يا مساء الحلويات. بما اننا ايام الامتحانات قلت بقى ايه لازم ندلع الاولاد. قلت اعمل لهم كده حاجة حلوة ترتب على قلبهم كده ساعة المذاكرة. حاجة كده جميلة ومش مكلفة خالص. يعني عايزة اقول لك 3 موزات ولتر لبن. يا سلام على الجمال. بجد ما تقوليش بقى كريم كراميل احلى من الكريم كراميل كمان. بجد تحفة. جربوها ومش مكلفة خالص. يلا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. هنا انا جبت حله رفعتها على النار، حطيت عليها معلقتين من السمنه البلدي او الزبده، وهنزل ب3 معالق كبار من الدقيق. وهبدا احمر كده الدقيق في قلب الزبده. انا عايزه الدقيق كده ياخد اللون الذهبي. لو تابعتيني لحد هنا ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وننزل كده في التعليقات نصلي على النبي. اهم حاجه ايدينا كده في التقليب عشان ما تحمرش من جنب وجنب لا. انا عايزاها تاخد اللون الذهبي، مش عايزاها لونها يكون بني. بصوا بقى شايفين الدقيق كده اتشرب من الزبدة خالص ازاي. ايدينا فيها على طول كده بالتقليب. وهجيب لتر لبن وهنزل بقى على الدقيق كده بعد ما استوى. وطبعا ايدينا في التقليب على طول. اهم حاجة عشان خاطر الدقيق ما يكلكعش معايا. مش عايزة فيها تكتلات خالص. ونتأكد ان الدقيق داب خالص كله في اللبن. هنا بقى انا جبت كوباية سكر وهنزل كده بشوية بشوية وافضل اقلب. يبقى انا كده احتجت كوبايه سكر واحده. هنا بقى بس بشوف بالسباتيلا كده فيها تكتلات ولا لا. ما لقيتش فيها حاجه. بص القوام بدأ يتقل معايا. كأننا عادي بنعمل البشاميل بتاع المكرونه البشاميل. هو بشاميل بس ده بشاميل حلو. كده القوام تقل. هحط لها بقى رشه كده فانيليا. كده خلاص طفيت عليها. هجيب بقى صينيه بايركس وهنزل بقى بالبشاميل بتاعي كده. تقدري بقى تعبيها في اطباق، في كاسات، زي ما انت عايزه. القوالب اللي تحبي تعبيها فيها مفيش مشكلة. هبدأ كده اسويها واسيبها كده تهدى شوية على ما اقطع الموز. هنجيب بقى 3 موزات كبار، بس انا عشان الموز اللي عندي ده كان موز بلدي صغير فخدت منه كده شوية. واي حتة مستوية هشيلها مش هستعملها. مش هترميها كليها، هي حلوة برضو. بس انا عايزة الحتت اللي هي الصلبة، يعني الحتت اللي هي ماسكة نفسها. هبدأ كده اقطعها حلقات. واي حتة مستوية اشيلها خالص عشان ما تبقاش منظرها مش لطيف في قلب الصينية عندي. ما تنسوش اللايك. اللايك هو اللي هيرفع الفيديو. عايزة اقولك هي مش مكلفة خالص. هي كوباية لبن، لتر لبن، وعلى 3 موزات. والدقيق موجود عندنا في البيت. هنعصر بقى عليها كده نص ليمون عشان الموز ما يسودش مننا. وهحطه كده في الطبق وهبدأ كده ارصصه على البشاميل اللي انا عاملاه. زي ما قلت لك تقدري تعبيه في بولات او كاسات او كوبايات زي ما انت عايزه تحطي في قالب بايركس زي ما انا عامله كده مفيش مشكله. انا ما دخلتهاش التلاجة، انا سبتها كده بس على ما قطعت الموز هي اصلا ربطت، لان طبعا البشاميل بيربط على طول. هنا بقى هبدأ اعمل الكراميل. جبت نص كوبايه من السكر وعليها معلقتين من الميه. يبقى نص كوبايه سكر ومعلقتين من الميه، وابدأ كده كرمل السكر. انا في الخطوه دي كنت حطيت معلقه زبده بس المقطع ده ما اتحطش، كان التليفون ما كانش بيصور ساعتها. حطيت معلقه من الزبده وبدأت كده ايدي يبقى فيها على طول لحد ما ما السكر يتكرمل. هنا بقى انا حضرت كوبايه ميه وعليها معلقه نشا. كوبايه ميه عليها معلقه نشا. افضل كده اقلب لحد ما ياخد اللون البني. هو كده خلاص بدأ ياخد اللون معايا. اهم حاجه ما تسيبهاش كده عشان خاطر ما تسكرش معاكي.
لازم ايدينا فيها في التقليب على طول. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. الخطوة دي مهمة عشان خاطر هتبص هتلاقي اتحرق منك في لحظة. لازم ايدينا في التقليب على طول. ادي كده خلاص خد اللون البني. هبدأ بقى انزل بقى ايه بكوباية المية اللي متدوبة فيها نشا. الخطوة دي مهمة، لازم ايد تصب وايد تقلب، لان في الخطوة دي بيكلكع معاكي. لازم نقعد نقلب كتير عشان نفك الكلكعة ديت وهو بيدوب على طول بسرعة. وادي كده خلاص القوام بتاعها المفروض بيبقى كده. هي خلاص جهزت معايا. تقدري تعمليها وتشيليها في بطرمانات في باب التلاجة. يقعد معاكي فترة كويسة مش هيجراله أي حاجة. بدل ما كل شوية تعملي تقدري تعملي كمية وتشيليها في إيه في برطمان في التلاجة عادي مفيش أي مشكلة. بصوا القوام بتاعها تحفة. أول ما يهدى معايا كده شوية هبدأ بقى أصبه إيه على البشاميل والموز كده. عايزة أقولك ولا كأنك بتاكلي كريم كراميل. بجد تحفة. وفعلا الجو اللي احنا فيه اليومين دول محتاج الحاجات دهيت. سيبها كده بقى ايه تهدى وادخلها كده في التلاجة لمدة ساعتين او 3 كده. وتبقى جاهزة للتقديم. عايزة اقول لكم هي اصلا ربطت يعني مش محتاجة اللي هي تربط معايا. شايفين كده هي متماسكة معايا. كده خلاص انا كنت طلعتها من التلاجة. بجد تحفة. عايزة اقول لكم اللي الولاد قالوا لي اعملها لنا يا ماما على طول. اتمنى كده تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. يا جماعة حد يشيلها من قدامي. بجد تحفة تحفة تحفة. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم واستنوني في وصفة جديدة من وصفات لومة واشوفوا وشكوا على ألف خير.